التليفون الأستاذ محمود عطية منسق حملة المشير رئيسا، وواضح ان هو عنده اخبار حول ترشيح اللواء عمر سليمان. مساء الخير يا استاذ محمود. اهلا، مساء الخير يا استاذ محمود، ازي حضرتك؟ الله يخليك. هل حملة المشير رئيسا مستمرة؟ احنا خلاص فاضل اسبوع على غلق باب الترشيح وما فيش اي كلام عن ترشح المشير. والله احنا كنا الى الان بنتمنى كان السيد المشير يكون مرشح للرئاسة، ولكن لم يخطرنا احد الى الان بالرفض او القبول، ولكن معلومات شبه مؤكده جات لنا النهارده بترشيح السيد عمر سليمان. مين اللي قال لك المعلومات شبه مؤكده يا استاذ محمود؟ لا، ما عافيني من ان انا اقول مين اللي قال لي معلومات شبه مؤكده. طيب يعني خلاص اللواء عمر سليمان هيترشح، هل انتوا هتساندوه بقى ما احنا حضرتك اصلا قبل الحمله المشير احنا ائتلاف مصر فوق الجميع الداعم للمجلس الاعلى للقوات المسلحه، وتحفظ بسيط جدا. الاستاذ الدكتور اسامه الغزالي حرب كان بيتكلم قبل مني دلوقتي، مع كل الاحترام والتقدير لحضرته، بس انا يعني بشوف كلام غير الكلام. يعني كان الدكتور اسامه وكان دعا قبل كده ان المجلس الاعلى للقوات المسلحه يستمر لمده 3 سنين، مش الفتره. بس ده قبل الاحداث اللي حصلت يا استاذ محمود. انهي احداث ايه؟ يعني ده قبل احداث محمد محمود ومزبير ومجلس الوزراء، يعني كانت الظروف مختلفه. لا اصل طب قول لي بس، خلينا في، هل حمله المشير رئيسا هتستمر ولا هتبقى بقى سليمان رئيسا، ما دام انت حضرتك بتقول في معلومات مؤكده ان جات له؟ ده هيتحدد في مؤتمر صحفي هيتعمل بكره او بعده بالكثير جدا. تمام، هيعلن المسائل الاخيره، لان احنا بندعم وضد رفض نزول اي قائد من القوات المسلحه. الناس اللي بترفض الكلام ده مش عارفين لها سبب، يعني 60 سنه مش عارف ايه والكلام ده كله. مصر ليها طبيعه خاصه، وبعدين عشان مقعد رئيس الجمهوريه ده له مقام اللي احنا يعني انتوا هتقفوا مع اللواء عمر سليمان اللي انا فهمته من كلام حضرتك. حضرتك بقى نعم تفهم محمود بيه، انا المفروض كلامي واضح يعني. المقام رئيس الجمهوريه ده له شكل معين وله تصرفات معينه بالنسبه لمصر. اذا توافق المرشحين ذات الخلفيه العسكريه على سياده اللواء عمر سليمان، فاحنا وراء السيد اللواء عمر سليمان. ده معناه ان ممكن يتنازل الفريق احمد شفيق والفريق حسام خير الله؟ والله برضو ده يرجع لهم، لكن المعلومات طب ما وصلتش لحضرتك هيتنازلوا ولا لا؟ ما اقدرش اصرح لحضرتك باي حاجه بالنسبه للتنازل او الحاجات دي يا محمود بيه. تمام، ولكن بقول لحضرتك اذا حصل توافق، اذا كان التوافق على السيد اللواء عمر سليمان فنحن وراء السيد اللواء عمر سليمان، اذا كان التوافق على السيد الفريق احمد شفيق فنحن وراء السيد الفريق احمد شفيق. شكرا الاستاذ محمود عطيه منسق ائتلاف مصر فوق الجميع.